ويسعد لي مساكم. إن شاء الله أيامكم كلها خير وسعادة، وكل عام وأنتم بخير باعتبار بلشنا السنة الجديدة. وهذا أول فيديو رح ينزل على القناة بالسنة الجديدة. طبخة بسيطة سهلة جدا جدا وسريعة للي هيك حابب شي نهار ما عنده طبخة فبده شي على السريع ما يوقف وقفة طويلة بالمطبخ. الدجاج بالكاري وبعمل جنبه على طول أنا رز، والرز بعمله باللون الأصفر. سبق وقلت لكم إنه أنا أكلات الدجاج أو الأكلات الغربية اللي بيتاكل بجنبها رز، فأنا بحب الرز يكون أصفر مجرد تلوين ما له أي طعم. خلونا اليوم نشوف كيف تتحضر، وإذا لسه مالكم عاملين اشتراك بالقناة اشتركوا، اضغطوا على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة، ولا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو، وإذا حطيتوا لنا كومنت حلو مثلكم كمان بكون كتير منيح. على النار بدنا نحط تقريبا ربع فنجان قهوة من الزيت النباتي، بحط فوقهم بصلة كبيرة مفرومة، بس بلشت تدبل البصلة بدي احط فوقهم 3 فصوص من الثوم المهروسين. الثوم والبصل هون بيعطيكم طعمة كتير طيبة بالطبخة. الثوم على طول بس دبل البصل بشوي منضيفه، لأن الثوم فورا بيشقر. ف3 فصوص ثوم عملوا تقريبا معلقة كبيرة من الثوم المهروس. بنرجع بنقلبهم شوي لحتى نحسهم دبلوا تمام. وهلأ أنا بدي أضيف خضار. الخضار اختياريات، يعني أنا هون حطيت حبة كبيرة من الفلفلة الخضراء وحبة كبيرة من الفلفلة الحمراء. أنا أحيانا بحط لها فطر، ما دائما بلتزم بهي أنواع الخضار، ما دائما بحط لها فلفلة. الفلفلة كتير طلعت مع طيبة، بس الخضار هي اختيارية، يعني فيكم أنتم ما تحطوا فلفلة تحطوا فطر، فيكم تحطوا جزر، أي نوع من الخضار بتحبوه فيكم تضيفوه. مجرد دبلت شوي صغيرة عندي الفلفلة بدي أحط معلقة كبيرة من دبس البندورة، وبرجع بقلبهم مع الخضار كمان كتير منيح لحتى ياخدوا كلهم من الطعم. وهون إذا حسيتوها بلشت شوي تلزق فيكم تضيفوا شوي صغيرة مي بس لما تلزق معكم. نجي على التوابل، بدي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ونصف معلقة صغيرة من الفلفل الحمراء أو اللي بيقولوا لها البابريكا الناعمة، بس انتبهوا إذا كانت حادة فما تكتروا. وبدي كمان نص معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم المطحون. هدول هن التوابل، وطبعا الملح. فيكم تحطوا مكعب مرقة دجاج حسب انتو شو عندكم، وفيكم بس تكتفوا بالملح. بالنسبة للكاري، إذا كان الكاري عندكم حلو فمعلقة كبيرة من الكاري، أما إذا كان حر فانتبهوا من هالموضوع، خففوا شوي، يعني ممكن نص معلقة كبيرة تكفي بس لحتى ما تطلع الأكلة كتير حرة. إلا طبعا إذا أنتم بتحبوا الحر فعادي، لو حر حطوا معلقة، بس بدها تطلع الأكلة حدة يعني. وهيك خلصنا من التوابل، رح منقلبهم شوي ومنكون مجهزين الدجاج المقطع. أنا هاي الكمية ما عملتها كتيرة، كنت مقطع على طرف 500 جرام من صدور الدجاج بشكل هيك مربعات، ما كتير خشنة وما كتير ناعمة. فيكن تزودوا كمية الدجاج بحسب عدد الأشخاص اللي بدها تاكل، وبحسب انتو قديش بتكون كمية الطبخة عادي يعني. فبضيف الدجاج وبقلبهم عليها، وهلأ بدي استنى ليستوي الدجاج تماما. عادي غطوا الطنجرة وخلوا النار على الوسط وانتظروا لحتى يستوي معكم الدجاج تماما. مجرد ما استوى الدجاج بكون أنا على طرف حاطة كاسة من حليب كامل الدسم مدوبة بقلبها نص معلقة كبيرة من النشا على البارد، خلطتهم منيح وحطيتهم فوقها. الخيار الثاني إنه تحطوا كاسة من كريمة الطبخ. الحليب بيجي أخف، كريمة الطبخ بتعطي الطبخة دسامة أكتر. وبس هي الطبخة. شايفين ما أسهلها؟ يعني بس استوى الدجاج، أما بتحطوا كاسة كريمة طبخ أو كاسة حليب مدوب جواتها نص معلقة كبيرة نشا. بس جهزت جنب الرز وسكبت. الأكلة على فكرة جدا، خاصة إذا استخدمتوا الحليب ما حطيتوا كريمة، كتير خفيفة، يعني حتى اللي عامل نظام صحي فينه ياكل منها. خضار ودجاج وحليب ما فيها شي. بالأخير إذا حسيتوها شوي نشفت وبتحبوا يكون لها شوية صوص، فيكم تضيفوا شوية مي أو حليب كمان مرة. وهاي كانت الأكلة لليوم، جدا سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخد منكم وقت. أنا متأكدة إذا جربتوها شي نهار رح تعجبكم، فإذا عجبتكم ادعوا لنا وصحة يا رب وألف هنا. لا تنسوا مثل ما خبرتكم إذا مالكم مشتركين بالقناة اشتركوا لحتى يصلكم كل جديد، وإن شاء الله بنشوف بعض بوصفات جديدة قريبا.